حسام غالي بيقول لك الاهلي فيه فساد وفيه رشوه وفيه حاجات ما ينفعش وفيه ناس بتحب نفسها وقال كل حاجه ما تتقالش على النادي الاهلي، وفي الاخر عايز يبقى رئيس للنادي الاهلي في المستقبل. بيقول لك ابو تريكه عمل كتير ولكن موقفه السياسي اللي خسر الناس. طب يعني الغل بيبان في الكلام يا جدعان، قسما بالله. يا عم انت مالك؟ ما خلاص الموضوع خلص، والاهلي عمل فيديو وابو تريكه ظهر في الفيديو، خلاص الموضوع خلاص يعني، فاهم؟ الدنيا هديت. ليه بقى الصفار؟ انا هتجنن من الحته دي. وبعدين هو محسن صالح يطلع يتكلم عن النادي، حسام غالي طرق قبل كاش يطلع يتكلم عن النادي. طب وبعدين؟ طب ما انت كنت قاعد كل الفتره دي ما اتكلمتش ليه؟ 8 سنين تقريبا ولا 4 سنين بقى له قد ايه؟ انا مش فاهم. انا حاسس ان هو من وبعدين زمان معلش بقى يا والله. جدعان، انا مع احترامي يعني. الناس عماله تقول حسام غالي حسام غالي يعني. حسني عبد ربه ومحمد شوقي كانوا قاعدينه دكه. اللي لعب في توتنهام ده وبتاع، والله العظيم كانوا قاعدينه دكه، وما شفتلوش لقطه انا في حياتي في التاريخ كله غير ان هو بيقلع التيشيرت بتاع توتنهام. هو سبحان الله كابتن محمود الخطيب عيبه انه ما بيترجمش الكلام على طول. قلنا له على حسام غالي ده وكان مقعده عافيه، قلنا له على امير توفيق وكان مقعده عافيه. طب وبعدين؟ ما مش عافيه، ما ولا آلية والله، ولا عبادي الشمس.